دمار مرعب بدير الزور. اول ما بتدخل على الدير بتشوف كميه مرعبه جدا من الدمار. اكثر من 80% من المنازل، من الاحياء، من الاسواق التجاريه تدمرت مع الاسف. المحزن اكثر بالموضوع انه في قسم كبير من الاشياء اللي تدمرت هي مباني اثريه. الجامع العمري بدير الزور مسجد قديم معمر بالحجر القديم بيعود للعهد العثماني، مع الاسف تدمر. مبنى السرايا اللي كان هون صار على الارض بشكل كامل. حتى الاسواق التجاريه القديمه اللي كانت تنبض بالحياه بالامل بكل شيء حلو دمرت وصارت بهذا الشكل. ما يقارب 12 حي من اصل 14 حي بدير الزور دمرت بشكل كامل او جزئي مع الاسف. دير الزور مدينه ظلمت كثير، مدينه منسيه. هي المدينه واجهت عده احتلالات وانتصرت. واجهت نظام الاسد بالبدايه وارتكب مجازر بشعه بالجوره وبغيرها، كلنا بنتذكر مجزره الجوره، كلنا بنتذكر مجازر الدير. وانتصرت على هذا النظام، جاب الميليشيات الايرانيه فظعوا ونكلوا وعفشوا ودمروا قتلوا، وانتصر دير الزور عليهم. اجت داعش ذبحت قتلت دمرت وانتصروا اهل الدير. اجت قسد نفس الشيء، نفس السيناريو، احتلال، دمرت قصفت قتلت اعتقلت جندت، وبالنهايه الدير تحررت. وانا على ثقه بانه كل مره الديره بتطلع تنفض على من على حالها الركام وبتوقف وبتبني من جديد، رح ترجع مره ثانيه وتبني وتعمر، رح يرجع هذا السوق ينبض بالحياه، رح يرجع هذا المسجد يترمم، لانه هيك مسجد انا انحرق قلبي على هذا المسجد، مثل ما انحرق قلبي على البيوت الموجوده. مسجد اثري حجارته. بس انا واثق بنخوه الدير، انا واثق بحب الدير للحياه. دير زور رح ترجع تعيش ورح ترجع تنبض بالحياه غصبا عن الكل.